مخترع هذه البدعة هم الرافضة في دولتهم العبيدية في القرن الرابع الهجري، وهم الذين انتسبوا إلى آل البيت زورا وكذبا، وانتسبوا إلى فاطمة على وجه الخصوص، وسموا أنفسهم بالفاطميين، وهم مجوس عليهم لعائن الله، وهم كفار بإجماع أهل العلم. واتبعهم الصوفية اتبعت الرافضة في الاحتفال بالمولد النبوي، فسلف الصوفية هم الرافضة. وهكذا الإخوان المسلمون كما سمعتم أن مؤسسهم حسن البنا صوفي حصافي، وهكذا رؤوس الإخوان المسلمين فيهم من الصوفية كسعيد حوا المنظر، أو أحد كبار منظري الإخوان المسلمين سعيد حوا صوفي، ويدعو إلى إقامة هذه البدع الاحتفال بالمولد وغيره. وهكذا التلمساني أحد كبار قادة الإخوان المسلمين يدعو إلى الزيارات الشركية التي هي من دين الرافضة والصوفية. واليوم سيجتمع صوفية الجنوب ورافضة الشمال الحوثة سيجتمعون للاحتفال بالمولد النبوي في بيحان، بعد أن سيطر الحوثة على بيحان سيطرة الظاهر أنها اتفاق استلام وتسليم بين الحوثة والإخوان المسلمين، وذلك أن حزب الإصلاح أخرج السجناء من سجن بيحان ونقلهم إلى سجن عتق قبل دخول الحوثة بأيام، وفر عدد من الأئمة في مساجد بيحان ممن يتبع حزب الإصلاح قبل دخول الحوثة بأيام، حتى يتسنى للحوثة السيطرة على تلك المساجد لينشروا من خلالها باطلهم. وكان أسعد الناس بدخول الحوثة في بيحان الصوفية، وخطب كبير الصوفية في بيحان خطبة مدح فيها الحوثة الرافضة وأثنى عليهم ووصفهم بأنهم أهل عدل. وبدأ التنسيق بين الحوثة والصوفية لإقامة الاحتفال بالمولد من بداية شهر ربيع، وكتبوا الكتابات وصنعوا الملصقات واستخدموا في نشرها وتلصيقها العوام هناك والأطفال، وربما وزعوا عليهم شيئا من الأموال وشيئا من الحلوى، وألصقت الملصقات الخاصة بالصرخة والخاصة بالمولد النبوي على الجدران، ومنها جدران المساجد وعلى السيارات وحتى على الأسلحة. وأسرقت بيحان الأسرقة الخضراء، أسرقت المساجد والأعمدة والشوارع والجدران الأسرقة الخضراء احتفالا واستعدادا للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسبوع القادم. ونشروا في مساجدهم ونشروا في مساجد بيحان عقائد المعتزلة، كتموا سب الصحابة، كتموا سب عائشة تقية، بينا ذلك في الجمعة السابقة، وبدأوا ينشرون عقائد المعتزلة، ذلك أن الرافضة والزيدية بشكل عام هم على عقيدة المعتزلة في الأسماء والصفات وفي باب الغيبيات، فنشروا في مساجد بيحان عقيدة إنكار عذاب القبر، وعقيدة إنكار الصراط والميزان وشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر. هكذا فعلوا في بيحان، وسيفعلون في المستقبل ما هو أشد وأمر، إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. فالحذر يا معاشر المسلمين، إنما أكرر ذلك حتى نحذر من هذا الثالوث المثلث الرهيب العتن القبيح، الرافضة والصوفية والإخوان. ذهب بعض العوام من بيحان ومعهم بعض من رؤوس حزب الإصلاح في موكب في 40 سيارة زيارة للزنديق الرافضي الخبيث محمد علي الحوثي، وأعطاهم شيئا من الهدايا وشيئا من الأموال. وبعض الناس أو بعض القبائل ربما وقعت مع الحوثي ورقة أو اتفاقا: لا تقربنا، إن جئتنا قاتلناك، وإن أردت أن تمر فمر بسلام، مر بسلام إلى عتق، مر بسلام إلى أبين، مر بسلام إلى عدن. وما درى هذا الغبي أنه كما قيل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض فلن يرحم الحوث أحدا إلا من كان صوفيا أو شيعيا رافضيا معهم. انتبهوا واستيقظوا وقاوموا هذا العدو الخبيث، وقاوموا هذا الكافر. احتسبوا، إن عشت حميدا، وإن مت شهيدا، ولا حياة المذلة والهوان. أسأل الله بمنه وكرمه، أسأل الله بعزته وقدرته وقوته أن يهلك الرافض الحوثة. اللهم أهلكهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا رب انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرهم في جميع الجبهات، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم انصرهم في مراد، اللهم انصرهم في العبدية، اللهم انصرهم في الضالع، اللهم انصرهم في يافع، اللهم انصرهم في ثرة، اللهم انصرهم في الساحل الغربي. اللهم انصر المسلمين يا رب العالمين على الحوث الرافض الكافرين، أنت خير الناصرين.